أهلا وسهلا فيك دكتور مريم طرابلسي بالسنتر عنا بسمول بات مايتي. حابة دردش أنا وياك شوي. نحنا كنا هيك توجهنا بفقرة كتير حلوة للولاد. أنا حابة هيك إذا بتوجهي شي نصيحة أو شي كلمة منك للأهل. لما منعود أولادنا إنه كل يوم هن بدهم يفرشوا أسنانهم، كيف الولد بيتعود؟ نحنا مراية أولادنا. يعني لما أنا بوقف ابني حدي من هو وصغير بخليه يتفرج علي يشوفني كيف أنا عم فرش أسناني أنا ووالده، بالتالي هيدي بتنشأ معه هيدي العادة. كمان حابة أعرف منك كيف كانت تجربتك معنا مع فريق سمول بات مايتي؟ التجربة كانت كتير ممتعة. انتو كفريق وأكيد ما شاء الله عندكم يعني بيرفكت، كله منظم. الأولاد مهضومين كتير، مثل ما بيقولوا إنه الولد بده توجيه دايما. والسمول بات مايتي سامر كامب هي كمان جزء كيف المدرسة بيته التاني للولد، نفس الشيء انتو هون بيته التاني للولد. فأنا بهنيكم كتير. مثل ما عودناكم مع سمول بات مايتي، الأجواء عنا دايما حلوة ودايما عنا أشياء جديدة. اليوم عملنا وركشوب للأولاد عن موضوع الأسنان، وكانت معنا الدكتورة مريم طرابلسي. نحن كمان بدورنا بنتشكرك على الوقت اللي عطيتينا إياه لنا وللأولاد. كان جو كتير حلو ممتع ومفيد للأولاد. ومثل ما قالت الدكتورة هون بسمول بات مايتي هو البيت التاني للأولاد. ما بس هن جايين لهون ليترفهوا ويلعبوا، كمان جايين يتعلموا ويكتسبوا عادات حسنة. مع سمول بات مايتي دايما عنا الحل.